السلام عليكم، معكم عماد من تونس. أصدقائي، دائما ما تعترض بعض الإخوة مشكلة تثبيت الحصون البري الجديد داخل القفص، بحكم أن الحصون الجديد لم يتعود على العيش داخل الأقفاص. والآن سوف أعطيكم طريقة مجربة وسهلة لتثبيت الحصون بسرعة قياسية. أمامنا هذا القفص الذي يتم وضع فيه الطيور عند مشاركتها في المعارض والمسابقات، مسابقات الطيور. هذا القفص سوف نستعمله لتثبيت الحصون ووضع الحصون فيه، لأن كما نشاهد هذا القفص من الجانبين مغلق بدون أسلاك، وكذلك الخلفية وكذلك السطح. وبالتالي الحصون حتى عندما نقف أمامه أو نضع، يعني كما نشاهد الآن، اليد أمامه، فلن يذهب إلى الأسلاك الموجودة يعني على الجانبين والسطح، وإنما سوف يتحرك قليلا فقط. وبهذه الطريقة سوف نتأكد من أن الحصون الجديد سوف يثبت في القفص يعني بسرعة قياسية. يعني هذا الحصون أو غيره عندما وضعه في هذا القفص سوف لن يتحرك كثيرا بحكم عدم وجود الأسلاك، يعني في الخلف أو في السطح أو في الجانبين، وبالتالي سوف تقل حركته كثيرا. وبهذه الطريقة نضمن تثبيته بسرعة. إذا أصدقائي، يجب عليكم الحصول على هذا القفص ووضع الحصون الجديد فيه، حتى يعني مدى الحياة سوف تكون جيدة له طريقة وضعه في هذا القفص المثالي.